كل الناس بتقول لك تشتغل فريلانسر، بس ما حدش بيقول لك ازاي تشتغل فريلانسر. زي مثلا ان كل الناس هتقول لك لو انت محترف اشتغل على اب وورك، ولو انت لسه بتبدا ابدا على مستقل. وده كلام مش صح خالص. زي مثلا ان انت تكون عارف ان مستقل واب وورك ده بروبوزال بزنس موديل، وخمسات وفايفر ده جيجز او سيرفيس بزنس موديل. يعني ايه؟ يعني مستقل واب وورك الاثنين دولت مبنيين تحديدا ان انت بتقدم عرض الشغل بتاعك للعميل، والعميل عليه ان هو يقرر او يختار ما بين كذا عرض متقدم له. يعني ايه برضو؟ يعني هنا العميل هو اللي بيعرض الوظيفة او بيعرض المهمة اللي هو عايزها، وفي كذا واحد غيرك بيقدم عليها، والعميل بيختار الافضل ما بينكم او الاحسن ما بينكم او الاقل سعر ما بينكم. طيب خمسات وفايفر الاتنين دولت مبنيين على فكرة الخدمات. يعني ايه؟ يعني الخدمات اللي انت بتقدمها او المهارات اللي انت بتقدمها بتبدأ تحطها في صورة جيجز صغير، وبناء على الحاجات دي انت بتعمل تسويق ليها. فالعميل بيجي لك او يشتري منك بناء على التسويق او المعرفة المسبقة بيك، فيخش يشتري منك الخدمة اللي انت بتقدمها او المهارة اللي انت بتقدمها. فده الفرق ما بين الاتنين. هنا الفرق ما بقاش قائم على ان انت خبير او مبتدئ، هنا الفرق بقى انت عايز تعمل ايه. عايز تعمل تسويق لنفسك وتقدم خدمات دي للناس والناس تيجي تشتريها منك، ولا انت تقدم على عروض اوريدي الناس منزلاها او اصحاب المشاريع منزلينها وانت تشتغل عليها. عنصر مهم من العناصر اللي هتحدد انت هتشتغل على انهي منصة هو اللغة الانجليزية بتاعتك. فلو انت ما بتتكلمش انجليزي اصلا، فمنصات زي مستقل وخمسات هتكون مناسبة جدا ليك كبداية لغاية لما تتعلم الانجليزي وتبدأ تنتشر على المنصات الاخرى. لو انت بتتكلم انجليزي الموضوع مش فارق معاك، اشتغل على اي منصه انت بتحبها. وبكده انت عرفت ايه الفرق ما بين المنصات، وتقدر تحدد دلوقتي انت عايز تشتغل على انهي منصه. ودي كانت الحلقه الاولى من حاجات محدش بيقول لك عليها في العمل الحر. واستنوا الحلقات الجايه، وما تنسوش اللايك والفولو. سلام.